كل عام وانتم طيبين وبألف خير حبايبي. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من لايكاتكم ولا من كومنتاتكم ولا من تعليقاتكم الحلوه اللي هي بتشرح صدري. يصلح ما بين ايديكم وايدينا وايدين المسلمين اجمعين، تنجبروا جبر يتعجب لا اهل السماوات والارض. كل من اللي حط لايك لام محمود وقال امين يا رب العالمين. تشير الفيديو لعيلتك واصحابك وناسك وكل الجيران، حاجه تستاهل. بالاسرار والتكات والحركات هتلاقي هنا. خليكي لاخر الفيديو مع ام محمود. احنا في موسم ايه؟ الزيتون. وموسم الزيتون بقى موسم عزيز زي موسم المشمش. تمام كده. دلوقتي عز ان انت تجيبي الزيتون وتجيبي المانجا وكله، هنخزن مع بعض كل حاجه. وطبعا انتوا عارفين التفريزات والتخزينات بتاع ام محمود. شايفين الزيتون عامل ازاي؟ خزنا فلفل لوحده، خزنا الزيتون وفلفل، وخزنا الزيتون لوحده والليمون لوحده، بالتكات والحركات بتاع مطبخ ام محمود. اللهم بارك ويصلح حالكم. بقول لكم شايفين؟ حط اللايك، اوعي تنسى اللايك بتاع ام محمود. ربنا يخليكم ليا، تسلم ايدك وعينك وايدك وعينك، واخواتي اللي معايا كلهم على القناه ومتابعين ام محمود. ربنا يخليكم لي. الغطا ده هتعملي بيه ايه يا ام محمود بتاع الايس كريم؟ هقول لكم الغطا ده هنعمل بيه ايه دلوقتي، هتشوفوا. ما انا بقول لكم في هنا اسرار وتكات وحركات. معانا الزيتون والفلفل اخضر اللي احنا هنحطه معاه، واخدين بالكم؟ طبعا يعني الزيتون يعني فلفل، معروفه كده. زيتون يعني ليمون. معانا بقى ايه؟ شايفه الزيتون لازم تجيبيه اخضر بنفس الايه الخضار ده. طبعا الزيتون ده ايه عزيزي، وفي كام واحده تفاحي كده، كان مخلط حاجه بسيط. ومعانا الفلفل الاحمر. عايزه تحطي شطه ماشي، عايزه تحطي رومي بارد ماشي. انا حطيت رومي بارد عشان انا معايا ايه الاخضر. تمام كده. ايوه احنا بنتعب في الفيديوهات يا جماعه. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. شيروا. هنا بقى هفتح له فتحه صغيره، بشيل العنقود بتاعه وبحط له فتحه ايه صغيره. ما ينفعش احط الفلفل من غير ما افتحوش من الجنب. بحبش فتحه الجنب، بحبها من ايه من عند العنقود كده. انتوا واخدين بالكم معايا؟ لان لو حطيتيه سليم هيتنفخ وهيبقى مش عاطفي خالص ولا هيبقى فلفل. هنا معانا الايه الليمون، الملح البحاري. الملح البحاري ممتاز ممتاز ممتاز، اللي هو للتخزين. ما عنديش يبقى الملح التاني. تمام، اللي هو العادي اللي احنا بنستعمله. هنا ممكن تدي شقه صغيره، وممكن تنخسي بالايه بالخله او بسن السكينه برضك، مفيش ازمه يعني. واخدين؟ او بسن الشوكه برضك، كل ده متاح عندنا. حاجه بسيطه ما تذكرش. من تحت كده من عند العنقود بتاع الزيتونايه هنعملها ونغسله. كل ده مغسول قبل ما تشتغلي فيه، تكوني غسلاه ومنضفاه. وهنجيب ميه بملح وننقعه ليله ونغطيه ونسيبه للصبح. هنشتغل فيه بقى ان شاء الله تاني يوم الصبح. تمام كده. لازم العنقود بتاعها من فوق اوعي تشيليه، اوعي تشيليه. ده انا شلته يا جماعه، مش هياخد سوى الاخضر، هعمله لوحده. هنا عملنا ايه في ميه الليمون ديت؟ جبت ليمون ورحت ايه سلقاه زي ما انتم شايفين. اول ما طقطق كده رحت ركناه لما برد، ورحت اسمى الواحده 2 وخدت الميه بتاعتها. ولا اسهل ولا اجمل ولا اروع من كده. معانا كده الفلفل متقطع والزيتون متقطع، وصفناه وغسلناه تاني يوم كده بقى كده. تاني يوم عملنا نص الشغل في اول يوم ونص الشغل في تاني يوم عشان ما تتعبش نفسك وترهقي. انا جايبه كميه قد ايه وجايبه السعر كام؟ انا جايبه الفلفل ب5 جنيه، والفلفل الثاني ب5 جنيه، وجايبه الليمون ب50، الزيتون ب50 جنيه، وجايبه الليمون ب10 جنيه. تمام كده. دي الاسعار للناس اللي عايزه تعرف الاسعار. جبت الفلفل الاحمر ونضفته من البذر نهائي. انتم مش شايفين فيه بذر اهوت، ورحت ضرباه في قلب الخلاط. هتحط شويه ميه من عصير الليمون او ميه من الحنفيه وتضربيه. وهنا حطينا الملح هنعمله بالاسرار والتكات بتاع ام محمود. هنا دوبت الملح في ميه عاديه مش في ميه الليمون، لان انا هخلل بميه الليمون. تمام كده يا جماعه. لا عشان يدوب معايا بسرعه، لان لو عملته في ميه الليمون هيطول معايا في ان هو يدوب. وبعد كده رحت ضفت ميه الايه سليق الليمون، واضفت الايه الفلفل اللي انا عملته ضربته هريسه. تمام كده. وجبت البيضه. هنا البيضه اللي هتظبط معايا. البيضه كده ما قبتش، شوفوا بقول لكم اهو حطيتها ما قبتش. احنا جايبينها تاني بحفيدتي بقى. واخدين؟ ربنا يخلي ولادنا يا رب واحفادنا يا رب، بارك فيهم جميعا يا رب. هنا سقطت ما قبتش. طالما ما قبتش كده يبقى انا لسه عايزه ايه ملح. هجيبها بقى، هصطادها واجيبها. جبتها وحطيت ملح تاني. كملت بملح ايه ناعم عشان اقول لكم ممكن تعملي بدي وممكن تعملي. هنا معلقتين 2 سكر مفيش غيرهم. انا جايبه كام كيلو؟ 7 كيلو. اللهم بارك اللهم بارك في الفرح يا رب لينا ولكم. الميه الليمون اللي احنا عصرناها كبنا. يبقى انا عملت كل الحاجات الايه الميه السايله كلها مع بعضها. هنحط البيضه قبه تاني كده. يبقى انا ملحي
يا سلام، مفيش هنا خل يا جماعه، مفيش خل. حطيت معلقتين 2 سكر وكل الملح. البيضه قبت، طالما البيضه قبت مبروك عليك، اشتغلي بقى. هنا اخر البرطمان، برطماناتي مغسوله ومتعقمه كويس جدا وغسلاها ومنضفاها، سواء ازاز سواء بلاستيك، اللي هي ايه معمول عليها حرف الاكس دي 5. هنحط طبقه من الاول خالص فلفل، وطبقه ليمون، وطبقه زيتون، طبقه ليمون وطبقه ليمون. بس في الاول خالص ابدا بالفلفل وانهي بالفلفل، واحط المحلول اللي انا عملته. المحلول ده يا جماعه والله لا تحط اللايك عشان ده يتغمس كده، يتغمس ماشي في حاجه كده فاخر من الاخر. اللهم بارك، تعملوا وتتهنوا، ربنا يخليكم ليا، دمتم في حفظ الله ورعايته وامنه. قفلت بالفلفل اهو، واحط على وشه زيت من فوق يا جماعه. اوعي تنسى تحط على وشه زيت من فوق، اوعي تنسي تحط على وشه بعد ما تقفلي خالص تحط الزيت. هتعملي ايه بقى دلوقتي يا ام محمود؟ في البرطمانات اللي انت الغطيان اللي كانت معاكي هوريكي، ده التكه والحركه، ما انا قلت لكم فينا اسرار. هنروح بقى حاطين الزيت، وبعد ما احط الزيت بحط شويه زيت حلوين كده، ما بجيبش الميه للاخر، اعمل حساب الزيت اللي انا هحط. قصيت هنا الغطيان بتاع الكرنفال دوت، ورحت جايه ايه بوريكم المقص اهو، ورحت حطها في قلب الايه، تقلت عليها من تحت. ايوه زي البرطمانات اللي بيبقى جاي معاها البتاع. بصوا بقى، عمره ما هيطلع ولا يسود ولا يعمل معاكي ريم، وانا متاكده من شغله مش هيعمل ريم ابدا، مستحيل. ومن يوم والتاني اروح مقلباه، يوم والتاني اقلبه، اخليني كده لمده 10 ايام اقلب شمال ويمين. لقيتيه نقص زوديه، ما نقصي خلاص مبروك عليك، هو كده كده هيجيب ميه مش هينقص. وحطيت الغطيان ديت ورحت